سيدتي يا نساتي سادتي، فيلم النهارده غريب من نوعه، يعني زي ال 18. يعني لو والدك جنبك ما يتفرجش معاك هو كمان. وفيلم النهارده بيتكلم عن بنت بتعجب في شاب، فبتدخل في علاقه معاه تسكت لا، فبتدخل تدخل في علاقه مع ابوه هو كمان، لحد ما بتوصل لامه وبتفضل ان هي تغريها وتوريها شويه وسائل اغراء وكده، لحد ما بتدخل في علاقه معاها هي كمان. يعني كده الولد وامه وابوه ما سابتش حد من العيله، يعني الناس تخش معانا كمان وشويه الرجاله اللي بتتابعني بالمره. فيلا بينا مع بعضينا نشوف ايه حكايه الفيلم ده. لكن طبعا ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك ليا، ويلا بينا نبدا الفيلم. وفيلمنا بيبدا مع الدكتوره اللي انا مش فاكر اسمها، لكنها شيماء. اشمعنى شيماء ما اعرفش والله. دكتوره شيماء كانت دكتوره نساء توليد، وكانت شاطره جدا في المجال بتاعها، وكانت متجوزه من مدرب تنميه بشريه مشهور، وكانت كل الناس بتحبه. ومن الواضح ان مش كل الناس بس، يعني فئه معينه منهم. وكده عرفنا النهارده ان الدكتور ده مش هيروح البيت على العشاء، لكن في نفس الليله مراته كانت عامله حفله عيد جوازهم. وطبعا هو ايه كان عنده شغل، فرن عليها وقال لها ان هو مش هيقدر يجي النهارده، عشان طبعا كان عنده شغل ضروري جدا. طبعا كلنا شايفين الشغل وراه كان حلو قوي وباين بسم الله ما شاء الله عليه. وطبعا حفله عيد جوازهم كده باظت بسببه، وهو طبعا ما كانش يعرف ان هي عامله حفله. وتاني يوم طبعا بتصحى من النوم، لكنه بتلاقيها جنبها كده، فبيقول لها صباح الخير يا حياتي. وطبعا المشهد ما كانش لطيف جدا ما بينهم يعني. بعد كده طبعا بيسيبها وبينزل الشغل عادي، ومن جد وجد ومن سرق حصد. بعد كده بتلاقي كده واحده طالعه بالاندر كده من اوضه جنبها، فبتكتشف ان هي كانت مع ابنها طول الليل، كانت بتذاكر له، يعني كانوا مجتهدين بسم الله ما شاء الله عليها. فابنها بيزعق لها، ومن هنا بيكتشف ان هي ملهاش اي كلمه في البيت، يعني جوزها بيخونها بره، وابنها طبعا مقضيها معاه وهي ولا اي حاجه. بعد كده طبعا بتطلع مع جوزها طبعا، والاتنين بيفضلوا متكلمين كده في حفله هم معزومين. فبتلاقي ان في بنت كده جميله جدا، يعني باين عليها ان هي زبونة ليل، يعني بتكتشف الزباين كده وبتقعد معاهم وهكذا. فطبعا كانت مركزة معاها جدا، لدرجة ان هي في العيادة بتاعتها بالليل كانت عمالة تبص عليها كده من كل حتة. وبالفعل اكتشفت ان هي كل شوية تعرف رجالة وكده، فجالها فكرة شيطانية في دماغها ان هي تستخدمها في ان هي طبعا تروح لها وتقول لها ايه رأيك تغري جوزي، عشان تكتشف ان جوزها بيخونها ولا لا، يعني ونعمة الدماغ. فراحت لها واتكلمت معاها، وبنكتشف ان البنت اسمها كلوي. وكلوي قالت لها انا مش كده، لكن هعمل كده علشانك بس. فقالت لها قشطه وقولي لي كل حاجه. وبالفعل كلوي بدات تحركاتها، وراحت قعدت طبعا قدام جوزها، وبدات تروح له وتحاول تغريه. وطبعا كان مستجيب معاها جامد جدا، يعني الراجل بامانه مش بيفوت النعمه ولا بيفوت الفرصه. بعد كده راحت قعدت معاها وقالت لها على كل حاجه. قالت لها يا مدام جوزك طبعا عينه زايغه، انا حاولت معاه كتير جدا، لكنه طبعا كان من اقل حاجه كان طبعا بيتكلم معايا ويضحك ويهزر عادي ويتعرف عليا واخد رقمي وبس كده. فطبعا قالت لها خلاص ما تجيش جنبيه مره تانية، وانا طبعا لو حصل حاجه او عوزتك تاني هقولك. فبتروح البيت، فبتلاقي ابنها طبعا كانت البنت صاحبته بتخزوقه. فراحت طبعا قالت لجوزها وقالت له الحق ابنك بيتخزوق. فقال لها مش هو وحده اللي هيتخزوق، اصبري بس. طبعا يعني الراجل لعب بدماغها الحمد لله، وقدر اللي هو يثبتها وكل حاجه. لكن لما قربت ان هي تبوس وكده، الراجل كان طبعا بيحاول يبعد عنها وسابها ومشي، والكلام ده كان مضايقها جدا جدا جدا. فقررت ان هي تروح للبنت مره تانية وتقول لها المره دي تحاول تغوط مع جوزها. فالبنت راحت معاها وقالت لها على كل حاجه، قالت لها من غير ما تقولي اصلا هو قابلني مره تانية، والمره دي اخدني في حته كانت كلها زرع كده، وحاول يعمل معايا استغفر الله فاستغفر الله. وانا طبعا اتبسطت طبعا وعملت معاه زبادي بالخلاط. طبعا كانت عماله تغيظها بشكل غير طبيعي جدا. فالوليه سابتها ومشيت، فراحت ركبت العجله بتاعتها وعملت نفسها بتوع قصد، عشان طبعا هي دكتوره وهتعالجها. فاخدتها طبعا، والبنت كانت عماله تبص لها كده بصات تحرش كده كبيره جدا، وعماله تبين لها كل شويه حته من الفخده كده، وقعدت تقول لها عالجيني وتحط ايديها على ايديها. بعد كده طبعا اخدتها البنت مره تانية، وبدات بقى تكمل لها الحكاوي وقصص وروايات، وتالف حاجات من دماغها عشان تعرفها ان جوزها قد ايه بيخونها. طبعا دي بقى ما كانتش شايفه قدامها، وراكبه العربيه ومتضايقه جدا ومتعصبه. وراحت البنت تاخد لها كده شاور هادي عشان تهدي نفسها، وبدات تتخيل طبعا اثناء الشاور ان هما الاتنين مع بعضهم عمالين يعملوا زبادي بالخلاط، وان جوزها بيخونها وهكذا. طبعا الكلام ده كان مضايقها جدا. وتاني يوم بتكتشف البنت ان هي راحت لها المستشفى هناك، وقالت لها بقى انا عايز اعمل شويه تحليل وكده، وانك بتقابل ابنها طبعا الشاب الصغير ده. فقالت تتعرف عليه وتاخد رقمه من مره، يمكن تحتاجه في يوم من الايام. وبالفعل بتعمل كده. بعد كده طبعا بتروح تقابل الدكتوره وبتقول لها عايز اعمل شويه تحاليل وكده. فالدكتوره بتقعد معاها وتتكلم معاها، وبيحاولوا الاثنين ان هم يبقوا اصحاب اكتر فاكتر. بعد كده طبعا الدكتوره راحت قعدت مع صاحبتها، وبعدها صاحبتها يتكلموا عن الخيانات الجوزيه. طبعا ديت جه في دماغها ان جوزها بيخونها، فلو حست ان الموضوع يعني جاي عليها قوي، فاخدت نفسها كده من سكات وراحت تمشي. وراحت لكلوي على الاوضه بتاعتها عشان تتكلم معاها، يمكن يكون في جديد ولا حاجه. وبالفعل كلوي طبعا ما استغلت الفرصه على طول، وقعدت تقول لها في جديد فعلا.
وقعدت برضه تحكي لها شويه حكاوي وروايات وتالف لها افلام وكده. ودي طبعا كانت متضايقه جدا، فقالت لها خلاص البسي كده وننزل مع بعضينا. فكلوي راحت قلع هدومها كده قدامها وتبين لها كل حاجه. وطبعا كلوي ما كانتش تلميذه، كلوي كانت عارفه هي بتعمل ايه. طبعا كانت عماله تلعب على اوتارها الحساسه، وفي نفس الوقت ان هي تغريها على اساس او على امل ان هي تدخل في علاقه معاها. وبرده كانت عماله توريها ان جوزها وحش قوي وان جوزها عمال يخونها وكده. بعد كده راح مديلها بوسه كده على غفله. فطبعا الدكتوره طبعا اتضايقت وسابتها بسرعه وراحت تجري تمشي. ولما جريت بسرعه راحت طبعا كانت حفل ابنها عامل حفله كده طبعا، وكان هو المغني فيها او كان هو كمان اللي بيلعب على البيانو. فراحت جنب جوزها وسلمت له كده وسقفت طبعا، والحكايه كانت لذيذه جدا. بعد كده طبعا راحت تتكلم مع جوزها، لكن طبعا جوزها صدها وكلمها بطريقه وحشه برضه. فكانت متضايقه بقى، فاخدت بعضها ونفسها في العربيه وهي مش شايفه قدامها، ما فكرتش في طريقه غير في حاجه واحده بس، ان هي راحت لكلوي وكان معاها زبون. فقالت لها بقول لك ايه، تعالي معايا دلوقتي. فطبعا كلوي اخدتها روحت معاها على البيت. فهي طبعا الدكتوره عملت الخطوه الاولى وقلعتها هدومها. فقالت لها كلوي لا بس كده، سيب الطلعه دي عليا انا يا نجمه. وبعد كده بدأ بقى ايه تشلحها هدومها عشان تخش معاها زبادي في الخلاط. وبالفعل الاتنين عملوا زبادي في الخلاط، ما تعرفش مين الراجل ومين الست، لكن طبعا مالناش دعوه طبعا. بعد كده الاتنين كانوا تعبانين بقى طبعا، فراحت توصلها. فالدكتوره قالت لها بقول لك ايه، مش عايزه اشوفك مره تانية. واخدت العربيه ومشيت وسابتها. طبعا قالت لها اخدتيني لحم ورميتيني عظم، يعني الموضوع كان حساس جدا. ولما روحت البيت جوزها بدا يتخانق معاها لانها بتسهر بره. فقالت له مالكش دعوه بيا. فقال لها يا هاني ازاي قاعده كل ده لحد بالليل. فقالت له روح شوف انت كمان كنت بتعمل ايه. والاتنين اتخانقوا مع بعضيهم. فابنهم نازل يقول لهم في ايه، فقال له يطلع على فوق بلاش خيابه. فبيطلع على طول، يعني الواد ده صعبان عليا قوي. تاني يوم في المستشفى بتلاقي كده رسائل حب جايه لها كتير من البنت، لا وداخله لها ورده كانها بتقول لها صباحيه مباركه يا عروسه. يعني ما تفهمش ايه ده، يعني في غلط في الاعدادات والله العظيم يعني. فبدأ الاتنين يتكلموا مع بعضيهم. فالدكتوره اتضايقت منها وهي عملت نفسها بتديها روشته وقالت لها امشي من هنا ومش هتعرفك تاني، اللي حصل ده كان غلطه ومستحيل تتكرر تاني. طبعا البنت اتضايقت فراحت تلعب على الكارت الاخير وهو ابنها. راحت اديته شويه اسطوانات كده واتعرفت عليه، وقالت له اللي هي عايزه تتقابل معاه في مره كده في الايام اللي هي يتفرجوا على البيت. فطبعا ابنها شغل الاسطوانات في البيت. فهي طبعا الدكتوره اتعرفت على الاسطوانات فعرفت ان هي بتلعب مع ابنها هي كمان. فراحت ترن عليها وقالت لها ابعدي عن ابني يا بنت وكذا وكذا. والاتنين اتخانقوا مع بعضيهم. فقالت لها على فكره احنا اصحاب بس مش اكتر، يعني مش زينا انا وانتي. فطبعا كلوي بقى او الدكتوره قررت اللي هي بقى تواجه كل حاجه، وجابت جوزها بقى وبدات تتكلم معاه. والاتنين بداوا يتناقشوا نقاش جاد، وقالت اللي هي تفتح المواضيع. لكن طبعا ما قالتش على نفسها ان هي عملت زواج بالخلاط مع بنت زيها. اتهمته ان هو كان يعرف البنت دي، لكنه اثبت لها ان هو اصلا عمره ما شافها وان البنت بتالف وحواراته كده. فطبعا جوزها اتضايق فسابها وراح يمشي، لكنها جريت وراه وقالت لي سامحني يا ابو العيال انا كنت صغيره ما اعرفش اي حاجه. وبالفعل صلحته والحمد لله رجعوا حبايب. فلكنها طبعا ما كانتش عارفه ان كليو دلوقتي كانت بتعمل الخطه الثانيه. كليو راحت البيت هناك واخدت ابنها طبعا الخايب كده وقالت له تعالى فرجنا على البيت. واثناء لما كان بيفرجها على البيت طبعا كليو طبعا كانت عماله تغريه كل حاجه. فقالت له بقول لك ايه، هات يلا ولا ايه، يلا نجيب عبد الله. وبالفعل طبعا ابنها وافق والحمد لله الاتنين دخلوا في علاقه مع بعضهم. طبعا هي حست بكده فكانت عماله ترجع على البيت جري. وبالفعل بتلاقيهم في وضع غير مخل. فدي تقول يا نسيبتي يا لهوي حبيبتي شافتني مع حبيبي يعني. فبداوا يتكلموا مع بعضهم ويتخانقوا. فقالت لها ان هي مش هتعرفها تاني وان هي تبعد عن حياتها وابنها. فكلو قالت لها ان انا بحبك والله وكل حاجه ونفسي ابقى معاكي. فقالت لها ما ينفعش تبقي معايا، انت بنت وانا بنت ما ينفعش. راحت راميه نفسها من الشباك كده وانتحرت. والحمد لله اللي هي ماتت في داهيه، يعني مش ناقصه قرف كانت نيله في شكلها الحلو ده. بعد كده بينتهي معانا ملخص الفيلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.